في ناس إذا زعلت منك ما راح تراضيك أبدا، فلذلك حاذر إنك تزعلهم. هذول الناس كأنهم ضمنوا على الله الآجال، وكأنه ما راح يموت لين قيام الساعة. يعني هو اللي بيشرف على موت الخلائق واحد ورا الثاني. في الأخير البطولة له هو إبليس. المشكلة إنك حتى لو تدخلت برؤوس قوم عند هذا الآدمي وطرقوا باب بيته، يرحب فيهم أحيانا، وأحيانا يمكن يطردهم كلهم وما يرضى منك. وما درى الآدمي هذا أنه أصلا ما له لا قيمة ولا وزن. تدرون أحيانا أعمدة الكهرباء تكون معروفة عند الناس. يعني أقول مثلا لواحد من أصحابي راح نتقابل أنا وأنت عند العمود المائل اللي في الشارع الفلاني. قال إيه معروف. طب تعرف فلان؟ قال لا والله ما أعرفه. ما يستحي هالآدمي، العمود مشهور أكثر منه. ومع ذلك مكابر، وكل يوم يخسر له 1 أو 2. يعني اللي يعرفهم الآن يمكن ما باقي منهم إلا 15 20. المفروض الناس كل أبوهم تسحب عليه، كل ما زعل اتركوه، لا أحد يراضيه. خلاص معروف نمطه، معروف أسلوبه، ما يحتاج نتعب أنفسنا يوم ورا الثاني. خلاص اتركوه. والله أسفلوه مثل هالعينة، والله العظيم قسما بالله في الأخير هو اللي يجيكم يطرق بيبان بيوتكم واحد ورا الثاني. بيتذكر وقتها خيركم من يبدأ بالسلام. مكابر، هو مكابر. لذلك هالعينة همشوها وراح يصلح حالها. لكن لما تربتون على ظهورهم تطبطبون عليها ما راح ينفع معهم. بكرة بيزعل منك، بعده بيزعل من فلان، بعده بيزعل من فلان، وإلى متى؟ ما أدري والله. بعضهم كبار سن فوق 80 سنة. هالآدمي أنا ما عاد أدري والله إيش اللي باقي يزعل عليه. تزعل عليه إيش أصلا؟ أنت المفروض إذا أنت ودعت زعلوا عليك الخلائق، والله العظيم. لكن الآن لما أنت تزعل من ذا ومن ذاك ومن ذاك قطعت أواصرك مع الناس كلهم. من اللي بكرة بالله بيبكي عليك أصلا؟ ولا درى من أنت؟ الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى. لذلك خل شعارك دائما وأبدا ونصب عينيك: خيرهم من يبدأ بالسلام.